سي يوسف التمسماني، تابعت وتتابع هذا الملف من البداية، ما الذي وقع وكيف تغير السيناريو من عقوبات مشددة قاسية في حق السنغال؟ كان البعض يقدر أنها يمكن أن تصل إلى غاية سحب اللقب من السنغاليين إلى وضع المغرب والسنغال تقريبا في كفة واحدة. سي كريم، سنقول لك ثق بي لو قلت لك ان هذا ديال اليوم هو واحد من اصعب الحوارات الاذاعيه ولا التلفزيونيه اللي كان عملها في المسار الصحفي ديالي، لانها جات بعد نصف ساعه من تلقي خبر الصدمه، لان الخبر خرج في 3 ديال الصباح تقريبا، يعني افيك نوكتورنيتي ما فهمتش انا حتى قرار اللي خداو 48 ساعه باش يفكروا فيه وكيطلقوه في 3 ديال الصباح، وكانهم مخبيين بحال باغي تعمل شي حاجه مخبيه. علاش ما يخرجش في 12 ديال النهار يزيدوا يتسناو 5 6 7 ديال الساعات يتسناو حتى 12 ديال النهار، الوحده 11 الصباح ولا 10 مخرجينه في 3 د الليل، وهما كيبينوا على ان يعني وكانهم كيعملوا شي حاجه خايفين. هذه من الجهه الاولى. نبغي نقول لك انه حوار صعيب، لان باقي سخون، باقي كيدوروا لي في التفكير ديالي بعض الامور اللي هي غريبه جدا، لكن نحاولوا نتهدنوا باش نقراو هذه القضيه هذه. من يتحدث على عقوبات فهو مخطئ، هذه ماشي عقوبات، هذه هدايا للاتحاد السنغالي، وهذا يظهر ويبين بوضوح على ان الاتحاد الافريقي لكره القدم الان يشجع المنتخبات على هذه التصرفات الهمجيه داخل التظاهرات القاريه، ويؤكد على ان الاتحاد الافريقي يدعم البلطجيه في افريقيا. لهذا نرى الانديه الافريقيه في المنافسات الافريقيه تتصرف بهذه الطريقه، لهذا نرى المنتخبات، الحكام، المسيرين، كل واحد يعني يتصرف بعشوائيه. لماذا؟ لانهم يعرفون جيدا ويعون جيدا ان الاتحاد الافريقي يدعم مثل هذه التصرفات التي في نهاية المطاف نكون صراحة تمثل القارة الإفريقية. نحن قارة تتميز بالهمجية في تنظيم المنافسات الكروية، كتعجبهم هذه الحيحة، كتعجبهم هذه الفوضى. ملي كتجي دولة بحال المملكة المغربية وكتنظم لهم نسخة استثنائية ما كيعرفوش يتعاملوا معها. انت اذا خديتي واحد الانسان ما قاريش وعطيتيه كتاب ما عنده ما يعمل به، لان ما كيعرف يتعامل به. الا عطيتي سياره لواحد السيد ما عندوش رخصه السياقه ما عنده ما يعمل بها، ما كيعرفش يتعامل مع السياره. طيب ولكن لماذا؟ شنو الدوافع؟ الممارسات اللا رياضيه كانت واضحه وباينه في نهائي كاس افريقيا. شنو اللي يخلي لجنه الانضباط والاتحاد الافريقي يكون مهادنا ولينا ومتعاطفا حتى في قراراته؟ شوف انا نجيك نيشان، لان في هذه الساعه هذه وفي هذه الظروف هذه ما عنديش القدره على انني نختار الكلمات ديالي بكل امانه. ما وصلني من القاهره من زملاء صحفيين يعني كنت اتعامل معهم في وقت ماضي في قنوات مصريه، واصبحوا الان يعني يشتغلون في الكاف، يعني في الاتحاد الافريقي الاعلامي ديال الكاف. في الاول الخبر كان هو ان غادي تكون عقوبات قاسيه، لان كان هناك نقدروا نقولوا حتى امتعاض وضغط من الفيفا. لكن بعد مرور الساعات وبعد مرور الوقت وكأن يعني الأجواء تغيرت داخل ممرات الكاف ومكاتب الكاف، وكأن شيئا ما حدث. ديك الشيء الذي حدث هو اللغز اللي ما قدرناش نوصلوا له، ما عرفناش. كنعملوا ديك الفرضيه كنقولوا واش كانوا غضبانين فقط لان شي حقائب جايه من هكا باموال البترول والغاز كانوا تعطلوا عليها، كانوا قلقين، في الاخر وصلوا وقضوا الغرض، ولا ما فهمناش شنو اللي وقع. لماذا تحول الخبر من ان ايقاف وترك اللقب شاغرا، الكاف تاخرت حتى في تهنئة المنتخب السنغالي بشكل رسمي، وكأنهم يتركون ذلك اللقب بحال اللي كنقولوا يعني بالدارجة ولا ما عرفتش، يعني في ستاند معلق. خلوها في ستاند باي، خلوها اون بوز بلاتي حتى نشوفوا شنو غادي نعملوا. ولكن بتجي في نهاية المطاف وتعاقب بابتياو، وتعاقب لاعبين سنغاليين، وتعاقب لاعبين مغربيين، وتعاقب الاتحاد السنغالي والاتحاد المغربي، الجامعه الملكيه المغربيه اللي عطاتك افضل نسخه. واش هذه هزيمه جديده للمغرب تنضاف لهزيمته في نهائي المسابقه؟ هي ماشي
هزيمة للمغرب بطبيعة الحال، لأن المغرب فيه مكونات كبيرة جدا، فيه مؤسسات، فيه مجموعة ديال المتداخلين. لكن أنا أظن الكرة المغربية ما وقع اليوم هو ضربة قاسية لاسم بعينه، هو فوزي القجع، الرجل الذي كان يتحدث الجميع ويقول الكثيرون أن فوزي القجع الرجل القوي في الجامعة، الرجل القوي في الكاف، الرجل لقد جاء اللي كيدير الكولاسة، لقد جاء اللي يدير الكاف من الدهاليز. هو اتضح الآن أن السي فوزي القجع مسؤول عن كرة القدم المغربية، ووزنه في الكاف لا يتعدى أنه يعني واحد من المسؤولين، ما عرفناش لحد الساعة. دابا خص إعادة النظر في مجموعة من الأمور، إعادة النظر في تعاملنا كرويا مع القارة الإفريقية، إعادة النظر تنظيم المغرب لهذه التظاهرات، لأن ما كنربحوا منها حتى شي حاجة. شنو كنربحوا منها؟ كنربحوا منها غير الصداع. جاو عملوا لنا المشاكل. نهضت الجامعة الإسبانية كتهضر كيقول لك أن النهائي كأس العالم، الصورة ديال المغرب حاولوا يشوهوها وهما نجحوا في الخطاب ديالهم. الإعلام، حنا كإعلاميين ربما كنحاولوا نتعاملوا مع ناس يعني بون فوا، كنتعاملوا مع ناس اللي هما كيتعاملوا بنية خبيثة، حنا كنتعاملوا معهم بنية طيبة، وكأننا دائما كنحاولوا نكونوا يعني مثاليين في تعاملنا. لكن مع هاد الناس هذا ما يمكنلكش تتعامل بهذه الطريقه. سي يوسف تمسمني تتحدث الان على الاعلام وعلى ما نعيشه ايضا في اسبانيا. اريد ان ناخذ رايك وتعليقك على الضجيج في اسبانيا اليوم على تنظيم نهائي المونديال، ولكن قبلها التقط من كلامك هذا النقطه حول الاعلام. هل يخسر المغرب أيضا المعركة الإعلامية؟ وهل هذه العقوبات الثقيلة ربما في حق المغرب والخفيفة في حق السنغال هي نتيجة خسارتنا لمعركة دعائية ولحملة إعلامية شرسة شنت على المغرب والنموذج المغربي قبل المسابقة وأثناء كأس أفريقيا ومع المباراة النهائية من دول جارة ومن دول بعيدة؟ فنحن ندفع اليوم كلفة ربما ضعف ومحدودية تأثير الإعلام المغربي في الخارج. سيدي كريم، شوف، هتلر أدولف هتلر ملي كان غادي يشن حرب هوجاء على كل القارة الأوروبية وعلى العالم بأسره، أول حاجة عمل هو أنه أسس وزارة الدعاية ديال البروباغندا، وعمل عليها جوزيف جيبلز. علاش؟ لأنه كان يؤمن آنذاك في الثلاثينيات من القرن، كان يؤمن بأن الدعاية والإعلام جزء مهم جدا في الترويج لأفكار ما وللدفاع عن أفكار ما وعن تصرفات ما، وأعطاها سخر لها كل يعني الإمكانيات. يجب أن نعي الآن أن الإعلام هو أكبر سلاح كاين في هذا العصر هذا، لأن ما كاينش حتى شي واحد في الكرة الأرضية ما عندوش هاتف نقل في يده. حنا الإعلام ديالنا يتصرف بنبل كبير جدا مع أشخاص أندال. لا يمكنك أن تتصرف بنبل مع الأندال. كيقول لك ديك القضيه ديال القافله تسير والكلاب تنبح. انا كنقول انا واخا القافله تسير، ملي كيقوى عليا النباح خصني نوقف القافله ديالي، نهبط منها، نخلي ضربوا داك الكلاب اللي كتنبح، ونعاود نطلع من القافله ديالي ونكمل طريقي. اما ديك القضيه ديال لا 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 خليهم لا ما كاينش خليهم كيربحوك في المعركه الاعلاميه. احنا الاعلام ديالنا نتصرف برسميه كبيره جدا. أنا يعني التكوين ديالي الإعلامي تكوين إسباني، وأرى كيف يتعامل الإعلام الإسباني. يتصرف بنبل مع النبلاء، ويتصرف بندالة مع المشؤومين ومع الأعداء الحقيقيين ديال إسبانيا. طيب بالحديث على الإسبان، يكون كيعرف يلعب التيرانات كلهم. معركة طويلة ما زالت أمامنا بعد كأس أفريقيا، ليس أقلها كأس العالم المقبلة وبدأها مبكرا رئيس الاتحاد الإسباني. نقطة أخيرة أسألك عليها يوسف سمسماني كصحفي مغربي مقيم في برشلونة. رئيس الاتحاد الإسباني فاجأ الجميع بأن أعلن أنه نهائي كأس العالم 2030 سيكون في إسبانيا في ظل تسابق واضح اليوم وعدم الحسم من قبل الفيفا في مباراتي الافتتاح والنهائي. ما تعليقك؟ هل هذا فقط تصريح شخصي فردي لرئيس الاتحاد الإسباني أم هو توجه عام للرأي العام للمسؤولين للصحافة الرياضية وأيضا الجمهور الإسباني؟ وكيف ترى حظوظ المغرب في تنظيم النهائي المونديال؟
شوف، الحدود كلها مفتوحة على مصراعيها حتى نكون أمنا. علاش؟ لأن لسبب بسيط. أولا الكلام ديال رئيس الجامعة الملكية الإسبانية لكرة القدم كلام غير مسؤول تماما، وهي واحدة من العنصريات المعروفة على هذا الرئيس الجديد الذي وصل للاتحاد الإسباني أو للجامعة الملكية الإسبانية، وهو متهم بمجموعة من المشاكل، مجموعة من القضايا ديال الفساد على غرار الرؤساء السابقين. لأن الجامعة الملكية الإسبانية لكرة القدم فيها هذه الدعوة، دائما الرؤساء ديالها كيكونوا عندهم مشاكل قضائية والفضائح وكذا وكذا وكذا، وقالوها الصحفيين في قناة راديو كوبي، قال لك أن هذا رابع رئيس عنده مشاكل قضائية. هذه من جانب. الجانب الثاني هو أظهر وأبان وبرهن على أنه لا يلم نهائيا بالأمور التنظيمية ديال الفيفا. أولا الفيفا لن تحسم في الملعب الذي سيحتضن المباراة النهائية حتى يكتمل إنشاء ملعب بن سليمان. لماذا؟ لأن الحسم في المباراة النهائية والملعب الذي سيحتضنها سيكون بعد أن تزور لجنة من الفيفا كل الملاعب المرشحة، كي تعطاهم تنقيط المواصلات، الملعب، القاعة الصحافة، العش بالسقف، كذا، الكراسي، الشاشات، والتنقيط التنقيط. آنذاك الملعب الذي سيحصل على أعلى تنقيط هو الذي سيحتضن المباراة النهائية، والسلام عليكم ورحمة الله دون أي اعتبار آخر. أن يتحدث البعض الآن على أن المباراة النهائية ستكون في إسبانيا أو في المغرب نظرا لأن الظروف في إسبانيا ملائمة، هذا أولا غير صحيح. ثانيا هذا خطأ. أولا إسبانيا، فينيسيوس جونيور خرج وشوه صورة كرة القدم الإسبانية عندما اتهم الإسبان بالعنصرية، هذه نقطة مهمة جدا بالنسبة للإسبان. ثانيا عندنا الفئران والجردان تركض في ملعب الكامب نو، هذا هو الملعب الذي تريدونه لاحتضان نهائي كأس العالم، الفيضانات وكأنه مسبح أولمبي في الملعب ديال الكامب نو. سنتان هما في الأشغال. الملاعب في المغرب تنشأ في شهور، في إسبانيا تنشأ في سنوات. شوف واش تكمل. الملعب ديال سانتياغو برنابيو سحبت منه رخصة احتضان حتى الحفلات الموسيقية نظرا لأن يعني الصوت ديالو غير ملائم، وكاين شكاوي قضائية من الجيران كيتشكوا من الصداع، منعوهم أنهم يعملوا الباركينج. حتى يعني ملعب سانتياغو برنابيو الآن لا يتوفر على مرأب للسيارات، وهذه واحدة من الأمور المهمة جدا في معايير الفيفا. عندنا مدن تنسحب من تنظيم كأس العالم في إسبانيا. عندنا أن الملاعب الإسبانية هي ملاعب تنتمي للأندية. الفيفا بإصدار تحملات تطالب الدولة المنظمة بتسليمها مفاتيح الملاعب تقريبا 3 أسابيع قبل انطلاق الدورة. واش ريال مدريد وبرشلونة سيعطون للفيفا مفاتيح ملاعبهم التي تدر عليهم الملايير في المطاعم، المتاجر، التور ديال السياح، هذيك الدوره ديال السياح اللي يدخلوا يعملوا في المتحف يتصوروا مع الصباط ميسي والقميص كريستيانو رونالدو؟ واش غادي يعطيو لهم السوارد 3 ديال الاسابيع قبل المونديال ويعاودوا يردوهم لهم 3 ديال الاسابيع بعد المونديال؟ كل هذه الامور يعني صعبه جدا. هذا يعزز حظوظ اذا المغرب في احتضان ربما النهائي المنتظر. انا كنشوف الحظوظ هي واحد. هنا ربما نرجع للنقطه سي يوسف تمسماني، هي دور الاعلام المغربي في مواجهه هذا المعركه التي تخرج من ملاعب كره القدم على اي حال وتدخل لبلاطوهات الاذاعات والتلفزيونات وقاعات التحرير في الجرائد. اشكرك جزيلا على مشاركتك معنا هذا الصباح، الصحفي والمحلل الرياضي المغربي يوسف التمسماني، كنت معنا مباشره من برشلونة الإسبانية.